الله يسعد كل اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم في برنامج المسامح كريم. القصه اللي رح نتابعها بعد شوي هي من المغرب، مش رح تفصلها الان، ولكن بعد ما نستقبل ونرحب صاحب الدعوه المهدي من المغرب. تفضل حبيبي. ايه الاخبار مهدي؟ الحمد لله. طمني عنك. الحمد لله، بارك الله. كيف كان وصولك؟ ان شاء الله ما تعذبت، كل شيء تمام؟ الحمد لله. من وين من المغرب؟ الحمد لله من كازابلانكا، الدار من كازابلانكا، الدار البيضاء. اهلا وسهلا فيك. راح بحكي معك شوي، بس خليني اولا يعني حط المشاهدين بصورة الوضع. تفضل مش هيك؟ تفضل. المهدي متزوج من 6 سنوات من سيدة اسمها فتيحة، عندهم بنته صبي، يعني عندهم الولد عمره 6 سنوات والبنت عمرها سنتين. الله يخليهم. صار في مشكل مثل كل الازواج، مثل كل العائلات، صار في مشكل، والمشكل مبني على او سببه هو الغيرة، لانه مهدي بيشتغل وظيفته حارس امن باحدى الشركات الخاصة بالدار البيضاء. طبعا عنده شوية متاعب مادية، عليه شوية ديون، بيشتغل اوفر تايم، بيشتغل بالليل. المهم انه في ليلة من الليالي قاعد مع مراته، بيجي تليفون. هلا هو بيقول انه هي مديرة الشركة استدعته وراح يقوم بوظيفة معينة. راح طبعا رجع لقى زوجته زعلانة غضبانة، قايمة قيامتها، يمكن مكسرة امور بالبيت. تمام. تخانقت معاه، زعلوا من بعض، طلع الصريخ، الزعيق، قام ضربها. زعلت الست فتيحة وزعلت كتير، يعني اخذت الاولاد وتركت البيت. الوضع صار له قديش له الوضع هذا؟ مدة طويلة. يعني شهر، شهرين؟ تمام. شهرين؟ يا زلمة شهرين مدة طويلة؟ تمام. والله ده هي مدة طويلة. فإذا الوضع له شهرين، الآن شاف إنه في فرصة يرجع من خلال هالبرنامج، يحاول إنه يرجع عائلته، يرجع فتيحة والأولاد إلى المنزل. أنا شخصيا بدي أتشكرك على ثقتك. شكرا كثير يا أستاذ. بتمنى إنه ساعدك قد ما فيني، بس تحطني بجو فتيحة شوي، يعني كيف أطباعها، قديش زعلانة من الوضع، هل في تواصل صار بينك وبينها؟ هل حاولت كثير؟ رافضة تحكي معك؟ رافضة وبيصدني عائلتها كاملة. هل وسطت حدا من الأهل؟ هل كثير من أهلك كثير. من أهلها؟ أهلي أبوي وأمي بيحبوها كثير وتدخلوا بيناتنا وما في. مهدي، بس أنا بدي أسألك سؤال. على افتراض لا سمح الله تمام إنه الست فتيحة بعد ما تجي لهون، إذا إجت، لأنه ما بنعرف إذا تسلمت الدعوة ولا لا، بس على افتراض إنه لم تقبل إنه تفتح الستار وإنه تصالحك، شو رح تعمل؟ صعبة؟ انتوا ما في طلاق بعد؟ ما في طلاق. فكرت شيء بالطلاق؟ فكرت؟ من ناحيتها هي فكرت طلقها يعني؟ لا هي طلق. هي فكرت طلق. ليه بتعتذر؟ هالقد صعبانة عليها؟ انا عايز الم الشمل، مش عايز. عرفت بدك تلم الشمل، بس في احتمال انه لا سمح الله الست تقول لك انا خلص مش عايزة. دي حاططها 60% 70%. يا سيدي، نحن بناء على طلبك ورغبتك سلمنا الرسالة الى الست فتيحة بالدار البيضاء. الله يخليك. خلينا نشوف اذا كان قبلت الدعوة ولا لا.
أستاذ جورج، احنا الآن في مدينة الدار البيضاء بساحة الحمام، وغنتجهوا لمنطقة جوهرة عند السيدة فتيحة الشعبي باش نعطيوها الدعوة ديالها. أجيو معايا. أستاذ جورج، احنا دابا في حي جوهرة، قربنا من البيت ديال فتيحة الشعبي، وأجيو نشوفوا واش غنلقاوها. السلام عليكم، مدام فتيحة الشعبي، كلشي مزيان؟ بارك الله فيك. انت ام جوج وليدات، الهدى وايمن. ولادي. ايوا تبارك الله، الله يخليهم لك. الاستاذ جورج كيعطيكم هذه الدعوه للحضور ان شاء الله معاه. علاش لا، العرضه من الخير. اوكي شكرا. مع الدعوة إلى فتيحة وصلت. فتيحة كمان شرفت إلى استوديو، موجودة بالخارج مش سامعة شيء من اللي عم بيصير هون، ولا هي عارفة إنه صاحب الدعوة هو زوجها. بس لحتى أختصر الموضوع للي ما تابعونا من الأول، إنه الأستاذ المهدي من المغرب متزوج السيدة فتيحة، عندهم ولدين، يعني بنت صبي وبنت 6 سنوات وسنتين. البنت قالنا انه عندها ربو. الست فتيحة بتغار كتير على زوجها، يعني غير اعتيادية، لدرجة انه في مرة تلقى تليفون بالليل من رئيسته بالعمل، طلبت منه انه يخطب يعني بالعمل. ترك البيت، رجع لقاها مكسرة الدنيا وتخانقت معاه وتشجرت معاه، اضطر انه يضربها. تركت البيت هي والاولاد، والاخ المهدي عايش بتعاسي، صار له اكثر من 3-4 شهور، وبده الان يحاول يرجع فتيحة والاولاد الى المنزل العائلي. هلا بدنا نشوف شو راح بيصير مع فتيحة. بدنا نستقبل فتيحة من المغرب. اهلا ست فتيحة. اهلا تفضل يا عيوني. اهلا وسهلا. الله يخليك. كيف احوالك؟ والله بخير. ما شاء الله عليكي، شو الالوان الحلوه هيدي. الله يخليك. منوره بيك. كيف تركتينا المغرب كازا حلو. والاهل كلهم؟ كل خير، كل شيء بخير. والاولاد الحمد لله بخير؟ بخير. جبتيهم معك او بعدهم في المغرب؟ لا، في المغرب. مع مين تركتيهم؟ مع ماما. مع ماما. يا اهلا. بتشتغلي انت شيء؟ لا. طيب، عندك فكره شيء ليش جيتي على البرنامج؟ مسابقة. هي مسابقة مهمة جدا، والمكسب كتير كبير. نتمنى خير. بعد ما حصل قبل. نتمنى. بقى ان شاء الله خير. الحقيقة انا بدي اشكرك على مجيئك. الله يخليك. لانك جيتي مش عارفة شو السبب. سمعت الدعوة من سيد. قبلتي الدعوة وبتشكرك من كل قلبي. الله يخليك، يحصلنا الشرف. انا مقدر هالشيء. الله يخليك. الله يخليك. انت مبسوطة بحياتك؟ الحمد لله. ماشي؟ شوية. هات خبريني شو، بحب انا هيك اعرف الناس شو عندها قضايا واخبار. ماشي كل شيء ديما كامل لك، اي حاجة بغيتها ما يمكنش ديما تكون. كامل لله سبحانه وتعالى. ايه يعني ما عم بتواجهي صعوبات؟ ما ضروري في صعوبات. مثل من اي نوع؟ من كل جهة. لا والله. هاتي لشوف. الاهل؟ الاصدقاء؟ مين؟ من الزوج، من عندك مشكلة مع الزوج؟ وشو المشكلة؟ ما بدنا هلا ما تزعلي، ما بدنا يعني. طيب خلص فتيحة خلص. انسى خلص. انا يعني بدي اقول لك مش انا اللي صاحب الدعوة، الحقيقة في شخص هو دعاكي الى الاستوديو. يعني البرنامج هذا مسابقات صحيح، بس مسابقة
معنويه مش ماديه. بدك تعرفي مين دعاكي؟ ايه؟ ايه بدك تطلعي بهالشاشه. كذاب غدار خاين غشاش. لا عادي شوي عادي شوي عادي شوي عادي شوي. كذاب وغدار وغشاش. فتيحة خليكي معي شوي. انا مش ليكي مش جاي لك هون لحتى تزعلي وتعاني. بليز خليكي معي. بس نشوفهم بس نشوفهم. طيب هلا هو اللي دعاكي وحملني رسالة إلك. خلينا نسمع الرسالة بالأول بعدين نحكي. ايه رأيك؟ باش نسمعوا. لا نسمع الرسالة. تسمعيها مني؟ بشكرك. شكرا. بقول لك زوجتي الحبيبة، وحشتيني كثير وافتأت هذا اللقب الذي لم أنادي به أحدا سواك. أكتب إليك هذه الرسالة وقد تعبت من بعدك ومن بعدك. أنت وأطفالنا اللذين أفتقد حضنهما كما أفتقد حضنك. أكتب إليك ولا أعرف كيف طوعك قلبك على أن تتركيني وتصطحبي معك الأولاد. بيقول لك يا ماما ميا، يعني ماما ميا، بيقول لك ماما ميا، بيقول لك يا ماما ميا الحبيبة، أنا آسف على ضربك، فقد كان من شدة غضبي وفقدت أعصابي، وصدقيني لم أخونك في أي مرة، لأنك المرأة التي تكفيني، ولأنني لا أستطيع أن أخون حب العمر بيننا، وعشرة 6 سنوات كنت فيها أسعد الناس، ولم أكن أتصور أبدا أنك ستشكين بي بعد مكالمة هذه الليلة المشؤومة. ماما ميا الحبيبة، أقسم بالله أنها كانت مكالمة عمل، وأن رئيستي في العمل هي التي استدعتني، وأنها مستعدة لكي تقسم لك هي الأخرى على ذلك، فليس بيني وبين أي أحد غيرك أي حب، وأني أكاد أموت كل ليلة قلقا عليك وعلى الأولاد وعلى ابنتي التي تعاني من الربو، وأحتاج لأطمئن عليها وعليك. يا زوجتي الحبيبة، هل يمكن أن تنسي حبي بهذه السهولة؟ وإذا كنت أخونك فهل كنت لآتي إلى هذا البرنامج لأطلب الصفح والسماح؟ أرجوك عودي إلى المنزل، وإن كنت تفتقدين عملك فلا مانع عندي من أن تعودي إلى أي عمل يرضيك لكي نعود كما كنا، ودعينا ننسى ما فات ونبدأ حياتنا من جديد بأن تقولي لي كلمة واحدة: المسامح كريم. يعني أنا متأثر شوي، أنا عم بقرأ رسالة، بس متأثر أكثر أنا عم شوفك عم تبكي هيك. كذاب، أتكذب. أنت شكيتي فيه، خلينا نحكي أنا وياك شوي. أنت شكيتي فيه، اجته مكالمة بالليل، أقفل التليفون السماعة ومشي. أنت ظننتي إنه وحدة اتصلت فيه، مش هيك؟ ديما تتصل بي، ديما مش مرة واحدة. بتتصل فيه كانت دايما بتتصل. هي مسؤولة عن رئيسته يعني؟ لا مش رئيسته، الصديقة ديالو. عنده صديقة هي؟ عنده صديقة. هذه مش مدة ديال 3 شهور. بس انت عندك شيء دليل محسوس على ذلك يعني؟ كيف عرفتي؟ هو تبدل معي نهار اللي زادت الدرية الصغيرة. فهمينا شوي. هذه مدة عامين 2 وانا عندي هذا المشكل، ماشي دابا 3 شهور. سبق وكلمتيه فيها؟ ديما منين تعرف على هاد الصديقة الاخرى ما بقاش يصرف علينا، قطع المصروف، نقول اللي عطينا باش نصرف على ولادي وداك كنت ما عنديش، نهضر مع الفلوس تيضربني تيبغي يسري لداركم، سير عند امك، فيما نقول له بغيت المصروف. ضربك قبل المرة؟ ديما تيضربني. دايما كان يضربك؟ دايما بيضربني. طيب انت هلا وين رحتي مع الاولاد؟ رجعتي لاهلك؟ رجعت لاهلي. ايه شو بيقولوا اهلك؟
عندي غير امي. امك ابي متوفي الله يرحمه. الله يرحمه. والوالده شو بتقول؟ امي شو اصلا رأيك؟ مريضه وديما تنبقى نعاود لها نشكي لها هو تعرف حتى حد ما عندي اللي غيدافع عليا. سي لا خدا فرصه ديما يضربني ويرجع يضربني ديما ما يصرفش علينا. بنتي مريضه تيمشي هو عند صديقه ديالو تيخلينا حنايا لا ماكله لا حتى حاجه ما تعرفنا في والو. خصني انا نخدم باش نصرف على ولادي. فتيحة ما بعرف هو برسالته يعني أنا شعرت وكأنه صادق يعني وكأنه طيب ليه بده يجي قدام ملايين الناس يعتذر منك ويطالبك يطلب منك تسامحيه ويقول لك ارجعي إذا ما بيحبك؟ يطلقني باش رجع لي. أنت بدك يطلقك؟ بدي يطلقني. ما ممكن ترجعي له؟ ما بدي أبدا أبدا. طيب خلينا نسمعه بركي بده يقول لك شيء هو بركي بيقنعك بشيء. مهدي تفضل. إلى الآن مش مقتنعة. قالت عنك كذاب منافق وش قلتي كمان؟ خاين. ومش أول مرة والمسألة إلى سنتين يعني مين عم بيقول الحقيقة فيكم؟ فتح كيفاش كنت معاك انا في الاول قبل من 6 سنين هذا قبل ما تكون معايا رئيس العمل كان راجل ولات عندي مرأة. في الاول كنت عارف هاد القضيه كان عندي راجل كان يوميا كيتصل بيا كيبغي يطمعنا على احوال الشغل. لما تغير راجل اصبح ست من تماك بدا المشكل. هي قالت لك يا مهدي هي قالت ما في شيء بينك وبين رئيستك بس في وحده تاني إلها سنتين بتعاني ومتزعل انت وياها على الموضوع وهي بتشارعك على الموضوع وقالت لك وضربتها كذا مرة. شو عم تحكي صح ولا لا؟ يا ضربتها مرة واحدة. ديما مرة واحدة. مرة واحدة. ديما يعني دايما. شو مرة؟ يعني تضربني دايما. ما هي انضربت الست هي عم بتقول انه ضربتك عدة مرات. ناسي المرات الاخرى؟ لا مرة واحدة والله مرة واحدة. طيب احكي لها بدك تحكيه في وصلتوا الى وضع الان كثير حساس ومفصلي او بترجعوا سوا على المغرب وبترجعوا العيلة او رح تبقوا منفصلين. يعني الست عم بتقول بدي يطلقني. تفضل. فتيحة اقسم لك بالله العلي العظيم هذيك الست اللي كتصل بيا بالليل ولا بالصباح ولا في العشيه مجرد رئيسة عمل عندي. مجرد رئيسة العمل باش تطمئن عن اخبار الناس اللي بيقول لحقاش انا كنت عارفاني خدام في شركه ديال السياحه. خدام في شركه ديال السياحه ولكن خدام في قطاع الامن. الوفد اللي كيجي كاين اللي كيستقبلهم ولا ما كانش شي حد يستقبلهم انا بنوب عنهم بحكم اني اقرب واحد لمقر العمل. كذاب. اقرب واحد لمقر العمل. ما فيش عمل بالليل. خليني اسالك سؤال. تمام. فتيحة قالت انه انت وقفت المصروف عنهم خلال سنتين. مش موقفت المصروف هي عارفه ظروفي غارق ديون. عارفه الظروف ديالي غارق ديون. اخر شهر دايما ما فيش مصروف ما فيش. بنتي مريضه ما يتبش تعطيني فلوس نشري لها الدواء ديما ما كاينش. ليكي فتيحة طيب ما يعني كل انسان عنده ظروف ممكن يكون غارق بالديون. يعطيني قليل بالو ما تعطيني والو. خلاص سكر ما عاد يعطي سكر بالمره. مظبوط الكلام؟ يعني انت شاكه انه كان عم يصرف على يصرف على الاخرى. شاكي بحدا منكم؟ تنشوف عنده النقود في جيبه ملي تنقول له عطيني تيقول لك ما عنديش يخرج يرجع ما عندوش فلوس هو ديالو عنده. شو الكلام مظبوط؟ اسألها شوف واش عندنا. انت اسألها فتيحة ما عمر شي نهار تراكم عندنا شي ديون ديال السكن اللي شرينا انا وياك. الشقة اللي شرينا انا وياك في دخل شهر في ايجار متاخر. لا كنت بالشاغل كهرباء كنت بالشاغل بساعدك منين جلست صافي قبل سنتين كنت بساعدك
قبل سنتين. كنت بشتغل. قبل سنتين اشتغلت وساعدتك. كنت بشتغل يساعده. نجلس صافي. قول انا تركك لانه بدك تقنعها. الى الان لم تقتنع. الله يخليك، اقسم لك بالله العلي العظيم ما في حاجه احسن من الله نحلف به. والله ما بيني وبين شي واحد شي حاجه. اقسم لك بالله العلي العظيم ما تنعرفش يجي امراه، انا ما كنعرفش الست من غيرك انت. عم يكذب. كذاب. اقسم بالله العلي العظيم. ليه عم تفترضي انه كذاب؟ عم بيأذن عم المرة قبل ما اخرج من المنزل دخل دوش خرج، عيطت له في التليفون خرج. منين دار شي ساعتين رجع للدار، رجع دوش. منين سولتو قال لك دوشتي؟ حط عليا بالعصا ضربني ويقول لي روحي لبيتكم، روحي عند امك. طيب ليك بدي اقول لك شغله فتيحه، يعني احيانا الرجل بيقولوا بيطلع خلقه بيتنرفز، ممكن احيانا كثير الغيره وكثره الغيره بتضغط عليه بينفجر. بقى كمان بدك انت تاخذي بالاعتبار هالامر. هالرجل اللي عم بيحلف اقسم هلا نية امام الله انه ما عرف مرة غيرك وانه بيحبك وكان عنده مشاكل. طيب كمان ما تكوني صعبة انت، كمان لازم تصدقي، يعني ما تضلك حاطة براسك انه والله خانني وكان في خيانة وكان في وحدة. ما فيش راجل بيشتغل وما فيش من عنده نقود، اخر الشهر ما فيش. طيب ما كانش يشتري دواء للبنت؟ لا يقول لي خاصني دواء. قلت شوفي دبري حالك. منين ادبر حالي؟ هيك مزبوط هالكلام؟ الا دبري حالك. كيف تدبر حالها يعني؟ روحي عند امك. فتيحة، معقول ترجعي تعيشي مع هذا الرجل؟ ما بدي. خلاص مهما عمل ومهما يعني اذا التزم امامنا نحن شهود. هيرجع يضربني ثاني، يتكرفس عليا. انا حاطط لك رقم تليفوني، اذا ضربك انا بدي احطه بالسجن. شو بتضربها انت كمان يعني؟ غلطة والله لا غلطة عمر. شو غلطة يعني؟ غلطة عمر. بدك تقول لها انه ما بعيدة بقى ابدا بحياتي. ما بعيدة، اقسم بالله العلي العظيم ما بعيدة ان شاء الله. ولا بتحط ايدك عليها بقى؟ ولا ليك فتيحة انا اسمعيني مزيان. هذا الرجال بحبك، سامعة؟ ما بغيتش ندير غلط يداروا والدي وبعدوا على بعضياتهم. بغيت نكبر ولادي معايا، باغي نكبر ولادي معايا. ديريني في البال فتيحة. مرة واحدة لا تعصبت في حياتي كاملة، فريلي رأينا الله غفور رحيم. مرة واحدة غلطت، عمرها ما قد تعاود. ظلمني كثير فتيحة. الله يرضى عليك. ما بغاش كبروا الدراري بعاد علينا، خليهم وسطنا. ما عملتش حساب ليهم. ما درتش ليهم حساب. ما درتش لهم حساب. اقسم بالله خلق الدنيا والكون انا عمري ما خنتك، عمري ما فكرت انا نخونك. الله احسن من كل شيء. فتيحة، يعني بدك شوي تسترجعي انفاسك وتفكري هيك على رواق وبهدوء. ما بدي اضغط عليكي كثير لانه مش واجبي انا اضغط عليكي ولا دوري اضغط عليكي. هيدي حياتك، قرارك انت بتحبي انك ترجعي تستأنفي حياتك مع هذا الانسان، تستأنفي حياتك. ما بتحبي قرار عندك. بدنا نوصل للحظة الحقيقة فيها الستار بينك وبينه. هذا الستار معنوي، بس هذا الستار ممكن يفتح لكم حياة جديدة، ممكن يضل مقفول وكل واحد يمشي بطريقه. بدك تفكري شوي وتقولي لي اذا بدك تسامحيه وترجعي معه مثل ما تعهد، لانه انا رح اخذ تعهداته على محمل الجد ورح نتابع. نحن فكري
دير بحساب وليداتها فتاح، دير بحساب ايمن وهود، فكر مزيان ودير بحساب ايمن وهود. ولا كنتي مقلقه حيت ضربت كنت نقول قدام هاد الناس كاملين، امام هاد الناس كاملين سمح لي بزاف وما عمرها ما قتعاود، وتنقول سمح لي بزاف وبزاف بزاف بزاف وما عمرها بقات تعاود. الله يخلي لك اللي عزيز عليك. فتيحه تفكري شحال من حاجه زوينه كانت بيني وبينك. واش كان كلشي خير؟ 6 سنين كان كلشي خير، وقبل كاع من 6 سنين 10 سنين كلها، انا ما فهمت شيء. 10 سنوات كلها ايه كان كلشي مش ايجابي. ضروري فيه ايجابيات، ضروري فيه يوم حلو. فتيحة، يعني نحن كلنا شعرين معك وكلنا مقدرين وكلنا عارفين معاناتك. انت صادقة، عم تحكي بمرارة عن الامور اللي مرت في حياتك معه، خاصة هالسنتين. بس مثل ما قلت لك، في الاولاد، في مستقبلكم كلكم كعائلة. رجل انا بعتقد نيته صافية، نيته صافية، ما كان اجا لهون، ما كان مضطر يوقف امام ملايين المشاهدين، امامنا نحن على الاقل، ويحكي هالكلام، يذل نفسه ويطلب ويعتذر ويقول لك انا اسف وانا مستعد انه ابدا حياه جديده معك. القرار الان اصبح بين يديك فتيحه. سمحي لي يا فتح، انا بكرر الاعتذار ديالي. سمحي لي يا فتح، وما عمري نبقى حق عليك يدي، راك عزيزه عليا بزاف. اقسم لك بالله لا صادق في الكلام ديالي. سمعتي؟ شو رايك؟ شروط قولي شروطك. يسيبها، راه باقا معاه، ما يبقاش معاه. ليش انه هو معاه؟ باقي حلف بالله العظيم انه ما في حد. يسيبها، يرجع يخدم ساعتين بالنهار، بيشتغل بالليل، يرجع ياخذ؟ يشتغل بالنهار. هو يشتغل بالنهار؟ هو بيشتغل بالليل حاليا؟ هو اللي حب يشتغل بالليل، هو اللي قلب البروجرام ديالو باش يبقى له النهار. سامع مهدي؟ انا اكيد قال بتسيب. زبطت هذه القضيه. قال بتسيبها. واحد، يعني هي بتفترض انه في حدا تعرف تسيبها. اسيب مين؟ هي قالت تسيبها. ما بيني وبينها والو. في وحده ما بيني وبينها مش الرئيسي تبعك، مش مدير. والله ما في وحده. هي عندها شك انه في وحده لك سنتين انت وياها. لا ما في وحده. شرطها لترجع بتسيبها. ما في وحده، والله ما في وحده. ما في وحده، اقسم بالله. شو رايك؟ هلا عم بينكر هو انه ما في وحدتين. انا برايي صدقي. اوكي؟ انا برايي صدقي. ممكن ما يكونش في وحده ثانيه. ممكن انت بتظني بتشكي، في كثير ناس بشكوا بظنوا. شو بتقولي؟ بعد في شرط ثاني؟ ما في شروط، خلاص. فلوس؟ ما في. الحمد لله وضعي المادية تسوت في المغرب. وضعيتي المادية انا بلاقي لك حل. تقبض المعاش بتعطيه تمام. مرحبا. خلاص؟ مرحبا، ما عندي مشكلة. المعاش هي بتدفع الاجار وكذا. ما عندي مشكلة. يمشي الحال. يمشي الحال. شفنا فتيحة، هلا لحظة الحقيقة. بدك تفتحي الستار، تطلعي، بتقولي المسامح كريم، ونحن حنتابعك. انا ابوكي رح تابعك معه، الله يرحم ابوكي، انا بدي تابعك معه. بس طلعي بهالشاشة قولي المسامح كريم. عشان خاطرك مسامح كريم. مش بس عشان خاطر، عشان عشان الاولاد. خلاص مسامح كريم، قولي له مسامح كريم. مسامح كريم.
هيك هيك عملتوا. انا سعيد، شكرا. انا سعيد، وحلو كتير نحافظ على العائله وعلى الاسره، والمسامح كريم، وان شاء الله بترجعوا سوا مع بعض. الله يكرمك. بوصلونا الاولاد، الله يخليك. ونحن حنستمر على تواصل مع بعض. اوكي، يلا اطلعوا سوا من هون. يد برا. على كل حال هيدي قصة بتنتهي بهيك جو من الفرح والسعادة. الله يديم الوفق دائما. هيدا رسالة المسامح كريم. منتابع.